سلام، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نديرو حلوه الطابع تاع زمان. واحد البنه ما كانش اللي ما يحبهاش هاد الحلوه. الوغ تبعوا معايا، نعطيكم الطريقه تاعي اللي معتمدتها ومستحيل نبدلها. الوغ شوفوا، انا الكي اللي نكيل بها هي هاد الكاس. كما راكم تشوفوا راني درت فيه 4 حبات بيض، انا دالي 4 حبات. بهذا الكاس نكمل نكيل به المقادير الاخرى، يعني السكر والزيت. دونك درت 4 حبات بيض، يعني هذاك الكاس نفس المقدار كيلت به راح نكيل به السكر كما راكم تشوفوا. اي بيان سور زيدوا له قرصه ملح. نخلطهم بيان بالباطور حتى الخليط تاعي يبيض والسكر هذاك يذوب، باش من بعد نجي نضيف الزيت. هنا كملاحظه انا خدمت بالباطور باش نسرع عمليه تاع السكر هذاك يذوب ويدخلطوا المكونات تاعي بيان. سينو تقدروا تخدموا باليد ولا بالفوي، يعني لكم الاختيار. من بعد هنا نجي نضيف الزيت كما قلت لكم. انا نديرو بالعقل، نزيدو ما نديروش على خطره، ندير بشويه هكذا باش قلت لكم لازم هاد المكونات ينسجموا بيان وخلطوهم مليح بالباطور. من بعد باش نزيد المكونات الاخرين. شوفوا الخليط اللي تحصل عليها، كنت تشوفوا هاد لا تيكستور لازم تحصلوا عليها نتوما تاني باش من بعد تضيفوا المكونات الاخرى. هنا كما راكم تشوفوا راني درت 2 مغارف تاع لا مايزينا، درت شويه لافاني ودرت لو زيست دو سيترون يعني مبشور الليمون. يعني هذا مكون بزاف راح يزيد لها واحد البنه وواحد الريحه، يعني السيترون يمشي مليح مع حلوه تاع الطابع. والمايزينا تاني واحد المكون هذا لازم ما تستغناوش عليه في الكاطو تاعكم. نخلطهم هكذا شويه ونجي نزيد دوكا الفارينه، نبدا نطمها بالفارينه. شوفوا دوكا راني ندير الكاس الاول تاع الفارينه وندير معاه 2 ساشيات تاع لا لوفور شيميك، يعني قيس 20 غرام لا لوفور شيميك. نخلطهم هكذا مليح. من بعد نجي نزيد الكاس الثاني تاع الفارينه. الفارينه لازم تكون مغربله، يعني هاد الديتاي تاني لازم ما تنساوش. كيما راكم تشوفوا راني زدت الكاس الثاني تاع الفارينه، راني خلط. لهنا درت 2 كيسان خلط بالباطور، دوك هنا نحبس الباطور ونكمل بيدي. الوغ دوك نزيد الكاس الثالث كيما راكم تشوفوا ونبدا نخلط، نبدا نطم العجينه تاعي. لازم تحصلوا على عجينه طريه، يعني هاد الحلوه لازم ما تلبسوش العجينه تاعها. راني زدت تاني الكاس الرابع. الكاس الرابع ما نديروش كومبلي، نبدا ندير بشويه باش ما تغلبنيش العجينه وتجيني يابسه. كيما قلت لكم لازم تحصلوا على عجينه تكون طريه. فوالا دوك انا نكمل نطم العجينه تاعي ونوري لكم كيفاش لازم تحصلوا عليها مع الاخر، كيفاش لازم تكون كي تحبسوا الفارينه. الوغ شوفوا هنايا انا راني كملت الكاس الرابع تاع الفارينه درتو كامل. وشوفوا دوكا العجينه تاعي كيفاش راهي. هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه، وهذه هي لا تيكستور اللي لازم تكون في العجينه تاعكم. غطيوها وخليوها تريح واحد ربع ساعه باش من بعد نبدا نخدم بها. هنا دوكا نبدا نحل العجينه تاعي. انا نحب نخدم على هذا الطابي تاع السيليكون كومام هكذاك، ونزيد نرش عليه شويه فارينه ونجيب العجينه تاعي نبدا نحلها. شوفوا العجينه تاعي مور ما تريح كيفاش تولي، هذا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. الوغ نجيب شويه دوك عجين، ما نخدمهاش كومبلي، نخدم بشويه. نحلها بالحلال، لازم يكون ديروها 1 سنتيمتر وتطبعوها بالطابع اللي تحبوه. وكي تكونوا تحلوا في العجينه تاعكم الحلال هذاك مشيوه فوق العجين، يعني ما تطبعوش العجين للتحت، مشيوه والعجينه تاعكم تمشي بسهاله. شوفوا هاي لك الحبه تاعي مور ما نطبعها. شوفوا كيفاش نتحصل عليها. قلت لكم هذا هو السمك اللي ديروه. انا دوكا بهذه الطريقه نكمل كامل العجينه اللي عندي. وما تنساوش الطابع تاعكم من داك حطوه في الفارينه قبل ما تخدموا به. الوغ هاد الطريقه انا دوكا نكمل بها كامل العجينه تاعي ونوري لكم النتيجه اللي نتحصل عليها. وكما قلت لكم الطابع استعملوا الطابع اللي تحبوا. انا درت يعني هاد الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، وزدت درت شكل واحد اخر تاع القلب، يعني لكم الاختيار. سينو العجينه راكم تشوفوا فيها كي تريح كيفاش تكون. اشفاو عليها، لازم هكذا تتحصلوا عليها نتوما تانيت. دوك نكمل كامل كميه العجين اللي عندي ونوري لكم المرحله الاخرى وشنو هي.
هاي لك الحلوه تاعي مور ما كملتها. انا هنا دوكا نشعل الفور باش يسخن، لازم تسخنوا قبل ما تحطوا الكاطو تاعكم الداخل. وراني وجدت هنايا درت صفر بيض، درت له شويه لافاني باش تروح ريحه البيض هذيك، وشويه حليب خلطتهم. دوكا درت يعني دهنت كامل حبات الكاطو تاعي بهذا الخليط تاع البيض. وهنا التزيين كيما راكم تشوفوا، قلت لها التزيين كيما تاع زمان، درت لها شويه سكر برك في الوسط. كيما قلت لكم هنا دوك الفور لازم يكون شاعل باش يسخن. نحطهم من بعد يطيبوا وعسوهم في طياب. انا هنا كيما راكم تشوفوا راني درت شكل واحد اخر درتو للدراري، يعني هما اللي خيروا هاد الاشكال تاع فراشه ولا والشوفال، يعني بابيون يا شوفال. هما اللي خيروهم هادو، ما دهنتهم برك بهذاك صفار البيض. ما درت لهمش السكر، يعني بلا فورشات درت هكذا خطوط، يعني هذه هي لا ديكو اللي درتها فيهم. نطيبهم دوكا ونوري لكم النتيجه اللي نتحصل عليها من بعد. هذا هو الكاطو تاعي مور ما طاب، شوفوا كيفاش نتحصل عليها، شوفوا الشكل تاعها جات منفخه مشقه، يعني شوفوا كي ما يحب الخاطر. هذا الكاطو شوفوا قد ما ديروه ما تشبعوش منه. والسر تاعو لازم تزيدوا له هذوك زوج مغارف تاع المايزينا في لاباط، هذيك المايزينا تزيد لها الطراوه. وكاطو هذا فريمون بنين، يعني سيواه بهذه الطريقه كيما وريت لكم بهذه الوصفه. ان شاء الله تنجحوا فيها وتعجبكم. الوغ لحقنا نهايه الوصفه، ما بقى لي غير نبقيكم على خير، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم، كومونتير، بارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، واللي يشوف لاشين تاعنا بوغ لا بروميير فوا يدير لي ابوني. سلام.